الأهلي إلى نهائي السوبر بعد مباراة ممتازة من الفرقتين. الأهلي عمل ماتش كويس جدا في حدود اللياقة البدنية المستنزفة بثلاث مباريات من العيار الثقيل قصاد اتحاد جدة وفلومينينسي، ثم بطل آسيا أوراوا الياباني، وتحقيقه للبرونزية اللي تعب ناس كتير قوي. وبعد 48 ساعة من الكلام ده كله الأهلي بيواجه فريق بيقدم كرة كويسة جدا، عنده تنظيم ممتاز، عنده مدير فني ذكي، لعب بذكاء جدا النهاردة. ولكن روح الأهلي، الدي ان ايه الأحمر، قدر يصعد بفريق النادي الأهلي إلى المباراة النهائية. النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل اضطراري. التشكيل اضطراري لان انت عندك ثلاثي الهجوم تم استنزافهم بشكل واضح جدا في بطولة كأس العالم للأندية. تاو وحسين الشحات وكهربا لعبوا اكتر عدد دقائق من اللعب، وبناء عليه لعب كولر المباراة بطاهر وكريم فؤاد، بالاضافة الى تاو اللي برضه بعد الدقيقة 60 اضطر لانه يغير. الكلام كله بقى هنا على ايمن الرمادي مش على كولر. كولر بيلعب في حدود المتاح بدنيا في لعيبته. اما ايمن الرمادي اللي قعد 11 يوم بيجهز لهذه المباراة، كان استراتيجيته هي الاستنزاف البدني فقط. ايمن الرمادي قرر انه يستقبل اللعب الشوط الاول كله، بحيث انه ما يروحش على النادي الاهلي بولا كوره الا اذا الظروف ودتنا يعني. وقدر انه يطلع بالشوط الاولاني 0-0. وطبعا محمد بسام تألق كما هو معتاد امام النادي الاهلي. ثم بدأ أيمن الرمادي يلعب على العامل البدني للنادي الأهلي، وبصراحة راح أكتر من كورة، كان 3-4 و4-4، وأحيانا كان بيبقى فيه هجمات. عدد المهاجمين لفريق سيراميكا أكتر من مدافعين النادي الأهلي، ولكن خبرات مدافعين النادي الأهلي كانت بتحسم الموضوع. ياسر إبراهيم قدر يشيل واحدة ولا أصعب. إمام عاشور في كورة شالها، كان 4-2. احمد نبيل كوكا حدث ولا حرج، محمد عبد المنعم حدث ولا حرج. على الرغم من الارهاق البدني الواضح جدا على لعيبته، الا انه بيعدي. الهدف مش احسن حاجه، ولكن انت كان عندك فرص كتير جدا. قندوسي لعيب متميز جدا على الناحيه الهجوميه او في الناحيه الهجوميه، وبيلعب محور ارتكاز وهو اشول. في نفس الوقت عندنا محور ارتكاز في النادي الاهلي اشول، ولكن تميزه الأكبر في الناحية الدفاعية مع وجود رؤية ممتازة، مع وجود مستقبل هايل، وهو أحمد نبيل كوكا. كولر أو أنت لو مكان كولر تفاضل بين مين فيهم؟ ناحية الشمال أنت محتاج القوة الدفاعية والأفكار الدفاعية والصلابة اللي عند أحمد نبيل كوكا، خاصة في وجود وينج باك بإمكانيات علي معلول الهجومية. فأنت محتاج اللي يقفل وراه مش اللي يكمل لعبه الهجومي. وعلشان كده اشوف ان كابتن احمد القندوسي ما كانش عنده فرصه ممتازه قوي في اللعب على كمحور ارتكاز مع كولر، بل كان كولر بيستخدمه كلاعب رقم 10 بدل قفشه، وطبعا ما كانش موفق جدا. ليه بتكلم الكلام ده؟ لان تألق احمد القندوسي اثار تساؤلات كتير جدا عند جمهور النادي الاهلي. ليه النادي الاهلي خرجه وهو بالامكانيات دي؟ احمد القندوسي لاعب مفيد جدا، ولكن دايما اللعيبه المفيده واللعيبه الكواليتي الممتاز اللي احنا بنشوفها بتتوقف وجودها في الانديه على افكار المدرب. يعني انت ممكن تكون لاعب متميز جدا ولكن ما بتخدمش فكر كولر لكن تخدم فكر فايلر، ما بتخدمش فكر فايلر لكن تخدم فكر ايمن الرمادي، ما تخدمش فكر ايمن الرمادي لكن ممكن تخدم فكر بيب جوارديولا مثلا. الخلاصه احمد القندوسي لاعب متميز جدا، محتاجينه في النادي الاهلي في القريب العاجل، ولكن مشاركاته هتتوقف على توفر باك ليفت بيلعب فول باك، ما بيلعبش وينج باك، زي كريم الدبيس، زي محمد شكري، زي محمد اشرف. ولكن خلينا نشوف كولر افكاره هتبقى عامله ازاي. لغز عدم الاعتماد على ديانج ما زال يلوح في الافق. انا ما عنديش اي تفسير غير ان
كولر في ظل الاجهاد البدني اللي بيعيشه فريق النادي الاهلي ما عندوش اي استعداد انه يلاقي في ميس باس ملوش لازمه في بناء اللعب. وعلشان كده هو بيعتمد على الناس اللي كورتها كويسه زي مروان عطيه وزي السوليه وزي احمد كوكا. خلينا نشوف ايه اللي جاي، وان شاء الله باذن الله يوم الخميس النادي الاهلي يبدا ياخد نفسه بعد ما يكون ارتاح، والسوبر الاول في هذه النسخه وهذا التنظيم في حضن ابطاله. لازم نقول لاهلنا في غزه: آواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، اعزكم الله، غفر الله لنا تقصيرنا تجاهكم. السلام عليكم.